السلام عليكم، ولكن قبل البدء صلوا على محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. متابعين الأوفياء، لا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو للتوصل بكل جديد. يستعد المنتخب المغربي لتصفيات كأس العالم بقطر، ومن المقرر أن يسافر رفقة مدربهم وليد الركراكي غدا الأحد 13 نوفمبر الجاري باش يخوض مقابلة ودية في الإمارات ضد جورجيا. وكيف ما قال وليد الركراكي أن بعض اللاعبين غادي يسافروا نيشان من بلادهم للإمارات، وبعضهم غادي يلتحق بمركز محمد السادس لكرة القدم، ومنهم لاعبي الدوري الإسباني اللي ما بقات عندهم حتى مباراة مع فرقهم. وحسب مصادر مقربة فإن منير الحدادي غادي يكون متواجد مع المنتخب الوطني المغربي استعدادا لكأس العالم، لأن اللاعب تم وضع الاسم ديالو مكان اللاعب سفيان رحيمي في اللائحة الاحتياطية، تحسبا لإصابة أحد اللاعبين الأساسيين في المباراة الودية اللي غيخوضها المنتخب قبل انطلاق المونديال، وذلك حسب قوانين الاتحاد الدولي لكرة القدم. وصل منير الحدادي البارح إلى مركز محمد السادس بالمعمورة رفقة كل من ياسين بونو، يوسف النصيري وعبد الصمد الزلزولي للتجمع قبل السفر إلى دولة الإمارات. نشكركم على حسن المتابعة، وإلى اللقاء.